بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، تعالوا افطروا معانا. ايه رأيكم في الفطار الجميل وفي الأكلة الحلوة دي؟ ايه رأيكم؟ النهارده قلت لهم اخرجكم في مطعم وعملت لهم المطعم في البيت. ايه رأيكم في الحلويات؟ ده الجلاش وجماله والفراخ والمكرونة. ايه رأيكم؟ والشوربة والسلطة. ايه رأيكم في اكلتنا الحلوة النهاردة؟ يلا بينا هنخش بقى ايه على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب ومطبخ عبير وماما على الفيس، ونشوف احلى اكل واحلى خشاف واحلى عصاير واحلى كل حاجة حلوة عملناها في قلب المطبخ. يلا بينا نخش ونشوف عملنا ايه الاكل الجميل ده ازاي، وعملناه بطريقة ايه سهلة وبسيطة وحلوة تعجبكم. يلا بينا. صباح الخير، صباح الهنا، صباح السعادة على كل حبايبنا الجمال وعلى الناس الحلوة، ورمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى، النهارده هنعمل فطار حلو قوي وسهل وبسيط. هنعمل صينيه مكرونه بالبشاميل، وهنعمل جنبها فراخ محمره. يعني هنسلق الفراخ في الحله هنا اهي. ماشي، حطيت الميه وهنعمل اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله البشاميل. ماشي، بصوا بقى يا قلبي، هنا بسلق المكرونه. وقلت ايه، جبت ده كيلو لبن عليه كيس اللي هو البشاميل ده اهو. ماشي، بصوا بقى، انا عايزه ايه اقول لكم على حاجه. دي اللحمه المفرومه اللي احنا معصجينها مع بعض، اللي هي بالبطاطس، فاكرينها اهي. طلعت كيسين واحطها انها ايه، تبوش، انها تسخن وتفك. نعمل الجلاش ونعمل المكرونه مع بعض. انا كده بعمل البشاميل. حطيت كيس البشاميل على الكيلو لبن. ماشي، وهزوده بس شويه كده، كبشتين اهي من الميه بتاعه البشاميل. ميه البشاميل دي يا جماعه ميه المكرونه حلوه قوي. الميه اللي هي المسلوقه دي بتبقى جميله. لقيت البشاميل خف منك، حطي معلقتين دقيق. كلكع منك ما تقلقيش، تجيبي الهاند بريندر او الخلاط وتعمليه على طول. بس كده اهي. المكرونه تتسلق وتكمل سواها، ونعمل البشاميل الجميل هنا معانا اهو. بس كده، ما فيش اكتر من كده. ادي البشاميل هنا يتعمل واللحمه تسخن. وتعالوا بقى ونشوفها بعد ما البشاميل يتعمل. هوريهولكوا وهوريكوا بقى واحنا بنعبي الصينيه، اوريكوا كل حاجه حلوه. بصوا حبايب قلبي، انا بعمل ايه بقى الحركه دي. حته سمنه كده بحطها في قلب قعر الصينيه. ماشي اهي. واحط كده المكرونه. حتة مكرونة تحفة يا جماعة في رمضان يعني. ايوه، ما تطلعيش السمنه بره. حطي المعلقه جوه. حطي المعلقه جوه عشان تسيح اهي. هنجيب بقى اللحمه احطها عليها والبشاميل. كده يعتبر خلصت صينيه المكرونه بشاميل. يعني ايه رايكم؟ ما بتاخدش منك وقت وما بتاخدش منك اي حاجه اهي. بصوا الجمال. بعملها بقى ايه، ده كيلو الا ربع في الصينيه دي عشان تبقى مفروده وما تبقاش ايه كتير. بس كده. نجيب بقى اللحمه ونجيب البشاميل واوريها لكم. بصوا يا قلبي، دي بقى بالنسبه للفراخ. بصوا بصوا، انا مقطعاها، شايفينها اهي، مقطعاها نصين. ودي متبلاها، غسلاها كويس جدا ومتبلاها بالبصل وبالفلفل ومدخلاها تحت الجلد وكل حاجه. دي هسلقها وهحمرها مع البشاميل ومع الجلاش. ايه رايكم؟ اهي نحطها بقى تتسلق عشان الميه غليت، واوريها لكم، وهجيب لكم البشاميل وهجيب لكم اللحمه واوريكم المكرونه. بصوا بقى يا قلبي، بصوا السمك بتاع البشاميل، بصوا حلو ازاي اهو. انا باخد جزء كده زي ما انتم شايفين. ايه رايك؟ شم الريحه. شمع يا جماعة يا جماعة، دي أحلى مكرونة دقتها في رمضان. ان شاء الله ان شاء الله اهي. بصوا بقى، ثانيه لزاز. نقلبها بقى كلها كده. احنا بنحب البشاميل بتاعها بيكون كتير. وانا انتوا زي ما انتوا عارفين انا بحط ايه، اللحمه عليها اهو كده بالمنظر ده. ونجيب اللحمه بقى احطها، نحط بقيه البشاميل على الوش. ايه رايكم؟ اسهل واسرع صينيه مكرونه بالبشاميل.
بصوا الحلاوه. نجيب بقى اللحمه ونحطها عليها. بصوا يا قلبي اهي اللحمه عليها اهي، تتقلب كده على اساس ان المكرونه كلها يبقى فيها ايه، فيها لحمه. دي اللي احنا معصجينها مع بعضين. بصوا اهي اللحمه اهي، يبقى كل حته اي شوكه تاخديها من اي ناحيه تلاقيها كلها بقت لحمه. ايه رايكم؟ بس كده. بصوا يا قلبي بقى نحط بقى بقيه البشاميل كلها عليها كده ونوزعها كده. احنا حطينا اللحمه مع المكرونه، ونحط بقى بقيه البشاميل كله. بصوا يا قلبي، احلى صينيه مكرونه بالبشاميل بالف هنا وشفا اللي بيشوف، والف هنا وشفا اللي هياكل. ندخلها الفرن وتعالوا نعمل الجلاش. بصوا بقى يا قلبي، انا جبت الصينيه دي وجبت الجلاش وحطيتها وعملتها قطعتها على قد الصينيه. هناخد ايه، رقين 2 كده اهو، ناخد 2 كده ماشي، ونحطها كده خلاص. بصوا بقى، هنا جبت نص علبه زبادي، على نص كوبايه من السمنه، على الزيت، على شويه البهارات بتاعتك، على بيضايه، على معلقه بيكنج باودر صغيره، بس مفيش اكتر من كده، وشويه طبعا الملح والفلفل اهو. ونحطهم بقى بالمنظر ده كده، ونرش كل طبقه، نرش شويه كده عليها على اساس تبقى الورق كله مورق اهو. بصوا كل طبقه من الطبقات ناخد 2 كده معانا اهو بالمنظر ده. طبعا يا جماعه اللي مقطع اللي احنا مقطعينه هناك ده كده اهو شايفينه ده، انا باخده كده وباخد حته حته وبرص، ما بسيبش الدنيا دي، ما فيش حاجه بتترمي، اخدها ارصها كده بالمنظر ده اهي، واحط عليها برضو معلقه من الخليط اللي انا عاملاه. احط نص الجلاش نحط نصه، والنص التاني نحطه بقى لما نحط اللحمه. ماشي، خليكم معايا كده، بنرص واحده واحده ونرص كل حاجه حلو. بصوا حبايب قلبي، هنا اهو اللحمه بقى اهي، نحطها بقى كلها كده كده. بقيه اللحمه كلها اهي احطها. انا بعمل بسرعه بسرعه ليه؟ عشان شويه والنور هيقطع. النور هيقطع يبقى احنا اكلنا جاهز وحاجتنا جاهزه، يبقى على الغرفه ان شاء الله على طول اهو. ايه رايكم؟ يقطع بقى ما يقطعش بقى براحته، احنا قمنا بدري عملنا اكلنا عملنا حاجتنا وبراحته بقى النور. ارص بقى بقيه الطبقات. دي اللحمه اللي احنا معصجينها مع بعض، اللي هي ام بطاطس. فين البطاطس؟ حد شايف اللحمه فيها بطاطس ولا انتوا شايفين ايه؟ ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ كل سنه وانتوا طيبين. اكمل بقيه الرقات واوريها لكم. بصوا حبايب قلبي، خلصت صينيه الجلاش بصوا اهي، وحطيت بقيه الخليط كله عليها. هتخش الفرن بقى، تطلع من الفرن نحمر الفراخ ماشي، وهعمل شوربه لسان عصفور قبل ما النور يقطع كده احمره خلاص. وهغرف بقى الاكل يطلع من الفرن، اغرفه واوريه لكم. ايه رايكم؟ وصفه سهله وبسيطه. خليكم بقى معايا، اول ما اخلص هغرف على طول واوريكم كل حاجه حلوه. بصوا، رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. احلى صينيه جلاش واحلى مكرونه بالبشاميل واحلى كل حاجه. خليكم بقى معايا، هنغرف ونوريكم كل الجمال. حبايب قلبي، خلصنا. ايه رأيكم في الفطار الجميل، في الحاجات الحلوة دي كلها؟ بصوا الطبق ولا اكنك قاعدة في مطعم، ولا السلطة ولا الشوربة. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الحلويات دي كلها وفي السفرة الجميلة؟ وبصوا بقى الجلاش ولا الخشاف، وهنا دي الفراولة باللبن، وهنا دي الصوبيا ماشي، وابو علي بيجيب العرسوس. ايه رأيكم في الاكل الحلو الجميل وسفرتنا الحلوة الجميلة؟ يا رب كده، يا رب يكون كل حاجة بعملها لكم تعجبكم، ويكون كل حاجة كده جميلة. وتحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير وماما على الايه الفيس. هتقولي لهم ايه لحبايبك؟ النهارده اول يوم رمضان صح؟ فانا عايزه اقول لكم حاجه، كل سنه وانتم طيبين وانتي طيبة، ورب يكون رمضان سعيد عليكم وعلينا اللهم امين. وان شاء الله رمضان احلى
وان شاء الله رمضان احلى مع مطبخ عبير وماما برافو. وعايزاكم تعملوا لايكات كتير عشان النهارده اول يوم رمضان. يلا احنا عايزين نعمل لايكات كتير جدا جدا. نعمل اللايك كده على الاكل. تعالي جنب الاكل كده، لا ورا ورا. يلا ايوه اعملوا لايك اهو. قربي كده من الاكل اهو. ايه رايكم مع زوزو مع الاكل الجميل ومع افطار رمضاني الجميل؟ وكل سنه وانتم طيبين. يعني انتوا عمركم ما تحسوا انتوا في مطعم. في مطعم؟ ان انتوا ما تحسوا ان انتوا في مطعم، ده انتوا في مطعم. ايه رايكم في الاكل والسفره الجميله؟ بصوا الفراخ المشويه الجميله بتاعتنا. يلا نقول لهم باي بقى، ونشوفكم في الهنا والسعاده، ونشوفكم في كل جديد. تحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير وماما على الفيس، ويا رب على التيك توك. ويا رب يا رب يكون اكلتي النهارده الجميله الحلوه دي عجبتكم، وتكون كل وصفاتي بتعجبكم. اشوفكم في الهنا والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.